لو قلتلك دلوقتي ممكن تغير حياتك المالية بالكامل من غير ما تزود مرتبك جنيه واحد، أغلب الناس هتقول مستحيل، لأن أغلب الناس فاكرة إن الحل الوحيد لأي مشكلة مالية هو إنك تكسب فلوس أكتر. لكن الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها، مشكلتك الأساسية غالباً مش في قلة الفلوس، مشكلتك في طريقة إدارتها. وده الفرق بين شخصين، واحد مرتبه 7000 وبيحوش، وواحد مرتبه 30000 ومش مكفينه. السؤال هنا إزاي؟ الإجابة بسيطة جداً، العقلية. في ناس كل ما الفلوس تدخل حسابها تحس إنها لازم تختفي بسرعة، خروجات، طلبات أكل، هدوم، موبايل جديد، حاجات ترند، اشتراكات محدش بيستخدمها، شراء لمجرد إنك متضايق. وفي آخر الشهر تبدأ الجملة الشهيرة: المرتب مش مكفي. بس الحقيقة ممكن المرتب يكون مكفي، لكن عاداتك هي اللي بتسحب منك مستقبلك حتة حتة. خليني أقولك حاجة صعبة شوية، في ناس فعلا فقيرة بسبب الظروف، لكن في ناس تانية فقيرة بسبب قراراتها اليومية. كل مرة تشتري حاجة انت مش محتاجها، انت غالبا بتبيع جزء من مستقبلك من غير ما تحس. وأخطر حاجة دلوقتي إن السوشيال ميديا خلت ناس كتير تصرف عشان تبان سعيدة، مش عشان تعيش مرتاحة. واحد يشتري موبايل ب70,000 وهو أصلا مديون، واحدة تشتري هدوم كل أسبوع بس مش معاها تحوش للطوارئ، وحد يصرف نص مرتبه في خروجه بس مش قادر يبدأ مشروع صغير. كل ده سببه إن أغلب الناس بقت تربط قيمتها بالحاجات اللي تملكها، مع إن الحقيقة أغنى ناس فعلا غالبا أبسط ناس في الصرف. ليه؟ لأنهم فهموا إن الفلوس أداة مش وسيلة استعراض. وعشان كده قبل ما تشتري أي حاجة من النهاردة اسأل نفسك 3 أسئلة: هل دي هتزود دخلي؟ هل هتطورني فعلا؟ هل أنا محتاجها؟ ولا دي مجرد رغبة مؤقتة؟ صدقني الأسئلة دي ممكن توفر لك آلاف كل شهر، وهتكتشف إن في حاجات كتير جدا كنت بتشتريها لمجرد الملل أو الضغط النفسي، وده أكبر فخ. ناس كتير بتصرف لما تكون زعلانة أو متوترة أو حاسة بفراغ، فيتحول الشراء لعلاج مؤقت للمشاعر، بس بعد يومين الحماس يختفي والفلوس تختفي معاه. وعشان كده من أذكى العادات اللي ممكن تعملها، ما تشتريش أي حاجة وإنت متحمس، استنى ساعة أو يوم كامل، ولو لسه شايف إنك محتاجها فعلا ساعتها فكر تشتري، لأن أغلب الرغبات تموت مع الوقت. وفي قاعدة بسيطة جدا لكن ممكن تغير مستقبلك بالكامل: أول ما مرتبك ينزل شيل نسبة منه قبل ما تصرف جنيه، حتى لو 10%، حتى لو 20%، حتى لو المبلغ صغير جدا. المهم إنك تعود نفسك، لأن التوفير مش مرتبط بالمبلغ، مرتبط بالعادة. وفي ناس هتقول طب ما أنا مرتبي قليل. خليني أقولك الحقيقة، لو معرفتش تدير 1000 جنيه عمرك ما هتعرف تدير مليون. الفلوس الكتير مش بتصلح العشوائية، هي بس بتكبرها. وعشان كده ناس كتير جدا أول ما دخلها زاد مصروفاتها زادت أكتر، وفي الآخر فضلوا في نفس المكان. لكن الشخص الذكي ماليا كل ما دخله يزيد يزود استثماراته مش استعراضه. وده الفرق الحقيقي بين واحد بيشتغل طول عمره وواحد بيبني حرية مالية بالتدريج. ومش لازم تبدأ بمشروع ضخم ولا بملايين، ابدأ بحاجة بسيطة جدا. اتعلم مهارة، اشتغل فريلانس، اتعلم مونتاج، جرافيك، تسويق إلكتروني، إدارة صفحات، بيع أونلاين، أو حتى صناعة محتوى. الإنترنت النهاردة ممكن يفتح لك أبواب عمرها ما كانت موجودة قبل كده. بس المشكلة إن ناس كتير عايزة النتيجة قبل التعب، عايز يبقى غني بسرعة، عايز دخل سلبي فورا، عايز ينجح في شهر. وده اللي بيخلي ناس تقع في أكبر فخ موجود: الثراء السريع. أي حد يقولك هتضاعف فلوسك بسرعة، هتكسب وانت نايم من أول أسبوع، فرصة مضمونة، مفيش خسارة، اهرب فورا. لأن الاستثمار الحقيقي مش مؤامرة ومش ضغطة زر. الاستثمار الحقيقي صبر وانضباط وتراكم صغير بيكبر مع الوقت، زي الجيم بالظبط. مش هتروح يومين الجيم وتبقى بطل عالم. ونفس الفكرة في الفلوس، كل قرار ذكي النهاردة هو نسخة أقوى منك بعد سنين، وكل قرار متهور هو مشكلة مستقبلية انت لسه مش شايفها. وعشان كده أكبر استثمار ممكن تعمله فعلا هو إنك تستثمر في نفسك. اقرأ، اتعلم، طور مهاراتك، افهم الفلوس بتتحرك ازاي. لأن الشخص اللي بيفهم قيمة الفلوس حتى لو بدأ من الصفر عنده فرصة يبني ثروة. لكن الشخص اللي بيصرف بدون وعي حتى لو معاه ملايين ممكن يخسر كل حاجة. وفي النهاية ما تستناش اللحظة المثالية، ابدأ بالمتاح، ابدأ بالقليل، ابدأ بالغلط حتى، بس ابدأ. لأن بعد سنة من دلوقتي هتندم على حاجتين: يا إما إنك بدأت متأخر أو إنك ما بدأتش أصلا. ولو حابب محتوى عن الاستثمار وبناء الثروة والعقلية المالية اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وافتكر دايما الاستثمار الحقيقي مش ضربة حظ، ده رحمة صبر وانضباط وقرارات ذكية بتتجمع مع الوقت لحد ما تصنع فرق كبير في حياتك. السوق مليان فرص، لكن العقلية الصح أهم من أي فرصة، وإدارة المخاطر أهم من المكسب نفسه. وكل خطوة صغيرة صح النهاردة ممكن تكون حريتك المالية بكرة. شكرا لدعمكم ومتابعتكم المستمرة، مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح وتحقيق أهدافكم الاستثمارية. هذا المحتوى لأغراض تعليمية فقط وليس توصية شراء أو بيع.